أصبحت كوفية ياسر عرفات ضيفي سامر رمزا يرتديه كل أحرار العالم. الحديث أيضا ماذا يتبادر إلى الذهن عندما نتحدث عن الخالد فينا ياسر عرفات؟ في الحقيقة يعني نحن أمام صرح عظيم. مضى مستشهدا لأجل شعبه وقضيته، حاملا بندقيته حتى في استشهاده أيضا. شكل زاوية تعتبر خاصة لكل فلسطيني يولد جديد، اسمها زاوية ياسر عرفات. ياسر عرفات تشكلت شخصيات شعبنا الفلسطيني من هذا الشخص. كان يحمل في رمزيته، له رمزية خاصة كان يحمل فيها العديد من القضايا. رجل قدم كثيرا من التضحيات، ففي كوفيته هي اعتبارها بمثابة هوية وطنية للكل الفلسطيني. وكان أيضا جامعا في هذه الكوفية من خلال خطاباته، من خلال مراسلاته، من خلال كلماته عندما كان يخاطب الطفل الفلسطيني والمرأة الفلسطينية والشاب الفلسطيني. كان ينزل إلى مستوى الطفل، كان ينزل إلى مستوى المرأة، كان يخاطب كل فئات شعبنا الفلسطيني. نعم، أيضا محمد ضيفي الكريم، لما نتحدث أنه ياسر عرفات كان يعني محبوب من قبل الكثيرين، اليوم الكل الفلسطيني ينظر لياسر عرفات على أنه أبي الشعب الفلسطيني، يعني صورة عرفات في عقول الشباب. طبعا في البداية أسعد الله أوقاتكم أوقات السادة الحضور والسادة المشاهدين. طبعا عندما نتحدث عن الشهيد الراحل ياسر عرفات نخاطب هنا أبناء فتح ونقول لهم بأن الشهيد ياسر عرفات لم يكن قائدا لفتح لوحدها، بل هو قائدا لفلسطين بمختلف تنظيماتها وألوانها، بمختلف توجهاتهم واعتقاداتهم. فالشهيد الراحل ياسر عرفات هو رئيس لفلسطين، قدم وضحى أغلى ما يملك وهو روحه من أجل فلسطين، لم يلقي السلاح حتى الرمق الأخير. وعملية كريم يعني شاهد على ذلك في عام 2002 عندما أعطى قرارا للأسير فك الله أسره العميد فؤاد الشوبكي بضرورة التسلح وشراء السلاح. عندما أيضا نتحدث عن الشهيد ياسر عرفات نستحضر أخلاقه وتعامله السمح مع التنظيمات والفصائل. الشهيد الراحل ياسر عرفات ولا يخفى على أحد ذلك. وحد الفصائل التي يعني ترغب بالعمل السياسي، ووحد الفصائل التي ترغب بالعمل العسكري، ووازن بينهما، حمل السياسة وحمل البندقية، ولم يسقط البندقية حتى آخر حياته، ونسأل الله له الرحمة والقبول إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. يعني أيضا ضيفي محمد نستكمل الحديث. يعني ياسر عرفات هذه الشخصية اللي الكل ينظر إلها على أنه شخصية أب للشعب الفلسطيني، مزج ما بين السياسة وما بين الوطنية. الحديث أيضا عن محطات هذا الرجل في عقول الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على الأب الخالد فينا الياسر أبو عمار والذي تمر ذكراه اليوم، كما نترحم على كل قادة الشعب الفلسطيني الشقاقي والياسين وأبو علي مصطفى وأبو سام هدانة وكل شهيد من شهداء الثورة الفلسطينية منذ انطلاق شرارة الثورة في تاريخ شعبنا الفلسطيني. أيضا نوجه تحية لكل والكافة فصائل مقاومتنا من سرايا القدس وكتائب الأقصى والقسام وأبو علي مصطفى والولاية الناصر وكل مقاوم حر وشريف في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني. ولابد أيضا أن نرسل تحية وخاصة ونحن في خضم هذه الأحداث والضفة تشتعل ثورة في وجه العدو الصهيوني، أن نطير التحية لكل مقاوم حر وشريف اليوم ينفجر في وجه العدو الصهيوني. تحية لأبطال مقاومتنا في ضفة الأحرار وفي الداخل المحتل اليوم، الضفة التي تشتعل ثورة استجابة لحديث الياسر منذ الثمانينات أن الصراع لابد أن يستمر على الأرض الفلسطينية حتى تتحرر هذه الأرض. فتحية لكل كتائب مقاومتنا في الضفة الغربية، كتيبة جنين ونابلس وبلاطة وجبع والخليل وطوباس وطول كارم، كل هذه المقاومة على أرضنا. وكما أيضا أشكر قناة الكوفية على هذه الاستضافة الطيبة للحديث عن رمز من رموز قضيتنا الفلسطينية، ألا وهو الشهيد الخالد فينا ياسر عرفات أبو عمار. إذا ما أردنا الحديث حول أبو عمار فنتحدث عن أب روحي للشعب الفلسطيني بكامله. نتحدث عن الرجل الذي كان يطل علينا دوما بكوفيته المعروفة، يطل عن الرجل الذي لم يرتدي يوما بذة مدنية لطالما رأيناه وشاهدناه بالبزة العسكرية، وكان يحمل مسدسه في كل مكان ليقول أنني حاضر بجوار السياسة، حاضر كرجل عسكري في الميدان. نستذكر أبو عمار في زيارته للأسرى والشهداء والجرحى ووصيته للجميع أن حافظوا على عوائل الشهداء والأسرى والجرحى. نستذكر في هذا اليوم حضور الرمز أبو عمار، ونحن نراه يكرم طلبة المدارس والمتفوقين، يكرم الجرحى، يكرم طلبة حفظة القرآن. أنا شخصيا يعني أذكر وأنا في المرحلة الإعدادية
تم تكريمي من الشهيد الرمز ياسر عرفات رحمه الله مرتين، وأنا في المرحلة الإعدادية بمسجد خليل الوزير في الشيخ عجلين، وأيضا مسجد الكتيبة. فلذلك كان أبو عمار رحمة الله عليه حاضرا في كل ميدان، كان أبا للجميع، كان مناديا دوما للوحدة، مناديا دوما للفصال وللجميع. وكما يعلم الجميع كان رمزا سياسيا أمام الجميع، ينعى ويقول وإلى آخره، ولربما يسجب عمل ما معين، ولكن من تحت الطاولة كان يمد المقاوم، كان يعطي يسهل كل طريق أن انطلقوا. وكما تحدث أخي مسبقا، السفينة التي جاءت في 2002 يعني بعد انطلاق الثورة، بعد أن كان أبو عمار رئيسا رمزا للشعب الفلسطيني، جاء بهذه السفينة المحملة بأطنان من المتفجرات والسلاح لدعم المقاومة الفلسطينية في تاريخ شعبنا. نعم، يمكن الجميل بذكره أيضا ضيوف الكرام أنه ياسر عرفات تميز عن الأشخاص اللي كانوا في نفس الجيل، فبالتالي أيضا كان يعني يتمتع بالقيادة الحازمة واتخاذ القرارات، وكان يشرك الشباب دائما في صنع القرار. الحديث أيضا انتخب رئيسا لرابطة الطلاب الفلسطينيين في الخمسينات. الحديث بهذه المحطة ودور ياسر عرفات معك أستاذ محمد. يعني هذا الموضوع يمكن بدك تتحدث فيه في مجلدات كبيرة عن دوره في تأسيس اللي هو اتحادات الطلبة. كان الهدف منها كان لجوء في فلسطين، وتحدث أنه يجب أن يكون هناك قوة جامعة تجمع كل الطلاب الفلسطينيين من أجل أن نذهب إلى فلسطين. كانت الوجهة تبعتهم فلسطين وليس مكان آخر. فبعد تأسيس اللي هو مجلس طلبة، كان في مجلس طلبة موجود في ألمانيا، مجلس طلبة موجود في مصر، في الكويت، في قطر. وانت بتعرف في الزمن هذاك يمكن ما كانش كثير يذهبوا للسياسة، لكن كان هؤلاء الشباب نعم معنيين في تجميع الطلبة الفلسطينيين وردع كل المشاكل التي يعيشونها. يعني بدليل انه جابوا قرار في الستينات من جمال عبد الناصر اللي هو عدم دفع الرسوم للفلسطينيين. كان الشهيد أبو الهول كمان يمكن في لليوم في جمهورية مصر العربية في كافتيريا من أكبر كافتريات مصر اسمها كافتيريا أبو الهول، سميت على اسم أبو الهول لأنه كان دائما يجلس فيها مع الطلبة الفلسطينيين من أجل المظاهرات، من أجل حقوق الطلبة وهذه الأمور. يعني أنا أتفاجأ أنه أبو عمار بعد ما كان رئيس مجلس طلبة ذهب للحرب في حرب 73، كان في الجيش الاحتياطي وذهب ليحارب في 73، وهذا ما نسميه دائما المثقف المشتبه. وهذا كان الوضع القائم في اللي هو في فترة اللي هي 60 وال70 قبل اللي هو الذهاب إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا وانطلاق عملية اللي هو المقاومة. أبو عمار كان صاحب المقولة اللي كان دائما يصفق فيها لغسان كنفاني: تحويل اللاجئ الفلسطيني من خيمة اللجوء لخيمة القتال. وهذا ما حصل، وهذا ما تحدث فيه غسان كنفاني في رواية أم سعد اللي هي تحويل الخيمة الفلسطينية تبعت اللجوء لخيمة المقاتلين.